وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده هرجع تاني للسلسله كنت عاملاها زمان قوي قوي بتاعه الرفايع. الفيديوز دي كانت من اكتر فيديوز اللي انا بحبها وقريبه كده لقلبي، فحبيت ان انا ارجع لكم بفيديوز تاني صغيره كده زيها نتكلم فيها مع بعض عن شويه حاجات كده في جهاز العروسه. اول حاجه حابه ان انا اتكلم عليها في الفيديو النهارده وهي الكاسات والكوبايات بتاعه النيش وبتاعه المطبخ. انا هتكلم عن الاساسيات، مش طالعه اعرض حاجتي واقول بصوا انا جبت ايه وعملت ايه، عشان ده مش الهدف خالص من الفيديو. انا طالعه اقول لكم ايه الحاجات المهمه اللي انتوا تجيبوها، هتكون كفايه قوي قوي في وقت اللي احنا فيه، في وقت الغلا، في وقت كل الكلام ده. ايه الحاجات الاساسيه اللي انتوا تجيبوها وايه الحاجات اللي احنا ينفع ننسقها مع بعض، يعني نحط كوبايه ايه مع كوبايه ايه. في بنوتات كتير قوي قوي لسه متجوزه ومش بتكون عارفه ابسط الحاجات بجد، مش بتكون عارفه مثلا هنحط العصير في ايه، هنحط الميه في ايه، طب نحط كوبايه ايه مع كوبايه ايه، طب نجيب عدد ايه. فانا جايه في الفيديو ده اقول لكم على الحاجات الاساسيات. عندك مقدره ان انت تجيبي اكتر من كده مره واثنين وثلاثه وعشرة، طبعا دي حاجه ترجع لك، لكن انا جايه اقول على الاساسيات. طيب هنبدا باول حاجه وهي حاجه النيش. حاجه النيش دي بتتحدد على حسب النيش عندك قد ايه، او المساحه بتاعه الرفوف عندك بتاعه النيش قد ايه، او انت عامله نيش ضرفه ولا ضرفتين، ولا مش عامله نيش خالص فهنستغنى عن كل الكراكيب دي، ولا عامله نيش صغير في المطبخ. فده كله هيترتب العدد اللي احنا هنقوله، انت بقى احسبيه كده مع نفسك، شوفي هيكفي النيش اللي انت جايباه. لو انت عاملاه ضرفه، عاملاه ضرفتين، هحط لكم برده شكل النيش بتاعي وانتوا كده ويموها مع نفسكم. ده العدد اللي انا شايفه ان هو مناسب جدا ومش دوشه ومش بهرجه ومش الكلام ده كله في النيش. كنت عايزه اعمل اصلا في فيديو تاني مخصص كده ليه بنحط ايه في النيش، بس مش هيبقى في ده. بس عامه النيش بيكون كاسات ومش بيكون الرف، يعني الرف مثلا لو 50 60 سم مش بيتحط فيه غير طقم ونص بالكتير، اللي هو الطقم اللي هو 6 قطع. مش بيتحط فيه صيني، مش بيتحط فيه اركوبال، مش بيتحط فيه اركوبايركس، مش بيتحط فيه الدوشه دي. النيش بيتحط فيه لو ضرفه يبقى كاسات مع حاجات بسيطه قوي. بس كده يلا بينا نبدا نشوف بقى ايه ممكن نحطه في النيش. اول حاجه احنا محتاجين عدد، مثلا لو النيش عندك 3 4 نيش غير بجد 5 اطقم بس او 6 اطقم بس. انا عارفه ان دي هتبقى صدمه، ايه ده هنحط في النيش 5 6 اطقم بس، ده احنا بنحطهم في الرف الواحد. ايوه يا جماعه بجد بيبقى دوشه ومش احسن حاجه خالص، مش الطف حاجه. حتى لو مش عامله نيش وهتستكفي بس بظرف ازاز في المطبخ، فانت مش محتاجه غير كام كاس كده قيم وبنشرب فيهم عادي خالص. على فكره انا الضيوف بتبقى قاعده عندي، واكيد اللي هيشوف الفيديوز ده جه بيتي بيبقى عارف ان الناس بتبقى قاعده وانا بفتح النيش اجيب لهم مثلا كاسين 3 انا حابه ان انا احط لهم فيهم وبستخدم منه عادي خالص، يعني هو مش حاجه ممنوع اللمس والاقتراب، لا ابدا. فاحنا مثلا انا عامه بحب قوي الكاس الكبير ده، بشكله حلو قوي وبيبقى شكله كده قيم. ممكن نجيب منه 6 وممكن نجيب معاه حاجه تانية عشان يبانوا حاجه تانية ماتشنج ليه، عشان لو احنا جايين مثلا 7 افراد هنعمل ايه، فهنحط كاستين شبه بعض قوي قوي عاملينهم ماتشنج مع بعض، او ممكن نحط نفس الكاس. اوكي بس انت لو مش حابه ان انت تجيبي من نفس الكاس 12 عشان تعملي تنوع، فانت ممكن تجيبي 6 من شكل و6 تاني من شكل تاني قريب منه، يبقى قيم. الطقم ده بوهيميا، تجيبي طقم تالت كده يبقى قيم برضو، شكله سيمبل، مش حاجه مثلا فيها الوان، حاجه فيها حاجات هتطلع تقدم وترجع والناس تبقى عارفه بقى انت متجوزه في انهي حقبه زمنيه. يعني اللي جايب حاجات منقوشه ورد ده اكيد اتجوز في 2005 2006، طب اللي جايب مثلث ده بعد ليه ندخل نفسنا والناس تعرف احنا متجوزين في سنه كام؟ لا، نجيب حاجات سيمبل وساده زي كده. في الكاس ده اصلا على طول كده شيك ومعروف ان هو يعني مش بيقدم ومش بيبطل، هو اوريدي موجود، اللي هو الرجل بتاعته كده ايه فيها شكل كده. اوكي فكده احنا معانا 3 اطقم لحد دلوقتي في النيش، حلو جدا. ممكن نجيب طقم بقاروره كده زي ده برضو بيبقى شكله حلو ولذيذ، مش لازم نكتر منه، يعني ممكن 1 كفايه قوي، او لو عايزه تجيبي 2 يعني ده، بس هو 1 زي ده بيتحط في النص يبقى شكله حلو قوي، ممكن تجيبي منه 2. اوكي طقم كاسات بتاعه بيكون برضو محطوط جنبه كده دايره حواليه، نحطهم في الزوايا ونحطه في النص، فده بيكون جاي معايا. احنا كده لحد دلوقتي معانا 4 اطقم. انا بقول لكم الاساسيات، اوكي؟ يعني انت عايزه تجيبي اكتر براحتك، انا جايبه اكتر اقل مش ده اللي انا جايبه اكلمكم عليه، انا بقول لكم ايه اللي انا طلعته، ايه اللي ينفع تكوني بيه مظبوطه ومش ناقصك اي حاجه. اوكي لحد دلوقتي كده احنا معانا 4 اطقم اتحطت في النيش. بنجيب
طقم تاني برضو بيبقى كريستال، يكون شوب وكوبايه صغيره. اوكي، انا شفت فيديو بنوته بتقول ان احنا ليه نجيب تقومه بتبقى شوب وكوبايه صغيره، مش بتبقى اشيك حاجه وبتاخد مساحه وخلاص. بالعكس، احنا لو هنحط شوب الميه ده وجنبيه دي عصير بيبقى شكلهم شيك جدا، لان هو ده الصح. دي كوبايه عصير، العصير مش بيتحط بس في كاس، العصير ساعات عادي بنحطه في كوبايات، فدي الصح ان هي بتكون كوبايه عصير وبنحط جنبها كوبايه ميه. يعني هنحط مثلا 6 من دي 7 من دي. انا الطقم ده جايبه منه طقمين علشان يكونوا كده العدد كفايه لو في ناس كتير، ودي بتبقى جنبها مثلا فيها 2 أو 3 ميه. لكن انا بصراحه مش مقتنعه ان انا ليه، ان دول ما لهمش لازمه، شايفاهم ليهم لازمه جدا، وانا مكرره الحركه دي في كذا طقم. فاحنا لحد دلوقتي معانا 6 في النيش. بعد كده ممكن نجيب حاجه لو انت عايزه تدخلي لون، مع اني ما برجحش، بس لو انت حابه تدخلي لون يبقى لايق عندك نجيب لون تكون الكوبايه نفسها فيها ميه اللون، مش لون قشره. يعني دي تدخل ديش ووشر، تدخل اي حاجه نغسلها براحتنا، مش بتقشر، لان الميه اللون هي اللي في الكوبايه. اوكي، فنجيب حاجه مثلا فيها لون كده خفيف، بتعمل برده لقطه حلوه لو حابين. لو مش حابين برده خلاص، بس ما نجيبش حاجه اللون فيها حاطط قشره، شكلها مش الطف حاجه خالص. اوكي، ما بقول لكم ان انا بحب الطقم يبقى معاه كذا قطعه من نفس الشكل، عشان لو هقدمهم مع بعض. فانا بحب قوي الكاس ده وده الكوبايه بتاعته، بحبهم قوي مع بعض، بشكلهم برده لذيذ من غير الكاس خالص، لان مش دايما استخدم الكاس. الكوبايه دي بستخدمها كتير قوي، بشكلها كده شيك. الكوبايه البامبو ده اصلا برده مش بتقدم خالص، وشكلها بيكون حلو قوي. ممكن برده نجيب، استنوا هوريكم الماتشنج بتاعت الكوبايه دي. فلو حابين بقى تحطوا دي، هتحطوا الكوبايه برده بتاعتها دي اللي شبهها معاها، برده شكلهم حلو قوي. وانا جايبه من دي 6، حبيت عندي عدد اكتر هحط جنبها دي، شكلهم برده مع بعض لايق وشكلهم لذيذ وحلو. اخر طقم برده ممكن نحطه في النيش، وهو بيبقى كاس كده كبير يعني واسع من فوق. ده بيبقى حلو قوي للفروت سالاد، بيبقى حلو قوي نحط كده فيه مثلا جيلي او كريم كراميل، اي حاجه يعني بتتاكل بالمعلقه، لان بقه بيكون واسع، فبيبقى حلو قوي برده ان احنا نحط فيه مثلا زي فروت سالاد او كده. ده ينفع برده ان احنا نحطه في النيش، وبرده ممكن جدا جدا في ظرف المطبخ. طيب انا شايفه من وجهه نظري ان النيش كده كفايه. انت حابه تزودي، حابه تجيبي حاجات اكتر، حابه تجيبي حاجات، يعني مش حاسه ان ممكن تجيبي اقل من كده بصراحه. ولو مش عندك نيش ممكن تستكفي تجيبي طقمين 3 بس، انما للنيش دول كفايه قوي بجد، مش هتحتاجي اكتر من كده، مش عشان حاجه او ان انت تجيبي حاجه قليله، بس بجد دول هيكفوا جدا معاكي. اوكي طيب ماشي. بنحط بقى كام كده كاسه خفاف كده في المطبخ، اللي مثلا حد كده جه بسرعه، مش عايزين نطلع النيش، مش عارفه ايه، عايزين تحطوهم في النيش برده براحتكم. ممكن تجيبوا كاس صغنن زي ده، حجمه برده بيبقى حلو قوي، لان دول بصراحه بيستهلكوا كميه عصير كبيره قوي. فاحنا ممكن نجيب حجم صغنن زي ده. يعني بصوا مقارنه بين ده وده فرق كبير قوي. فاحنا ممكن نجيب حاجه كده الاحجام دي، عايزين تحطوهم في النيش براحتكم، بس ممكن نجيب الحجم ده او الحجم ده، نحطهم كده في ضرفه في المطبخ. انا بصراحه حطاهم في ضرفه في المطبخ كده، استخدام سريع خفيف. نتكلم الاول عن شباك الميه. بجد انا بشوف ارقام غريبه قوي. بنت كبه انا بجيب 7 وبجيب 8، ليه 120 كوبايه ولا 150 كوبايه؟ عدوا بقى معايا العدد اللي انا شايفاه مناسب. كان معانا واحده هنا من اللي هم محطوطين في النيش، ادي طقم. اوكي، ومعانا كمان دول بقى اللي انا حطاهم في المطبخ. دي 6 من دي الكوبايه دي برده سيمبل. بصوا انتوا هتلاقوا كل الاشكال اللي هنا سيمبل وما فيهاش زغرفه وما فيهاش دوشه. اوكي، ده طقم حلو قوي، كنت جايباه من ايكيا برده، عملي جدا جدا جدا. فكده معانا طقمين برده. الطقم ده سيمبل، بصوا شكل الكوبايه، عايزه ابينها لكم، سيمبل وخفيف وما فيهوش تفاصيل كتير برضو. كده معانا 3. انا ماليش دعوه بقى كام في النيش وكام في المطبخ، انا بقول لك عدد الكوبايات الكاسات اللي انت تجيبيها. ممكن تجيبي 3 تقومه مش مشكله. انا جايبه بقى الطقم ده عشان انا بحب اللون البينك، او مدخلاه في كذا حاجه زي ما قلت لكم ان انا مدخلاه في الكاس ده، وعندي جوه في الطقم بتاع العشاء. وجبت مع طقم العشاء طقم الكوبايات ده، لاني بحب الطقم اللي انا احطه بحط كده على السفره وانا بظبط السفره لو جايلي ضيوف، بحب احط كوبايه الميه لايقه مع الطقم اللي محطوط. فالكوبايه دي شوب برضو ميه عصير، بس هي دايما الكبيره بتكون ميه، شكلها حلو قوي. ماركه اسمها بورميليا روكا ميدن ايطالي. الكوبايات دي بجد الماتيريال بتاعتها حلوه قوي قوي، احسن من لومينارك، مع اني جايبه كذا حاجه لومينارك برضو. طبعا ازازها محترم، لومينارك حلوه جدا، بوهيميان كريستال طبعا تحفه واعلى حاجه. ازاز كريستال RCR برضو محترم جدا.
انا جايبه بقى دي للعصير وبحط جنبهم شوب الميه ده، بحسهم متناسقين جدا. عشان كده ارجع تاني اقول استغربت البنوته اللي بتقول ان هم ما لهمش لازمه، طب هحط ازاي حاجتين مش لاقيين مع بعض؟ فدي بتكون العصير حلوه قوي وجنبهم شوب الميه ده بيكونوا عمليين جدا. فانت كده 4 كوبايات ميه، انت مش محتاجه اكتر من كده. بلس ان احنا معانا ان طقم ال10 اركوبال او الاركوبايركس بيكون معاه كوبايات ميه. فانت برده لو عامله عزومه حتى سيت اب كده لطقم الاركوبايركس وحطيتي كوبايه جنبيه الميه دي، فبرده هيكون في تناسق، فكده كويس جدا. فاحنا كده خلصنا. فزي ما قلت لكم شوبات الميه 4 5 يعني 4 تقوم بجد كويس جدا، 3 حلو، 5 يبقى كتر خيرك بجد، مش اكتر من كده. اوكي نيجي بقى لحاجه الثالثه، صح الثالثه، وهم كوبايات الشاي اللي هي اكتر استخدام من وجهه نظري. كوبايات الشاي بنستخدمها كتير قوي قوي، لان هي عمليه بقى، شاي وشاي بلبن وحاجات كتير كده. انا كنت هعمل في ده المجات بس مش عارفه، يعني حاسه ان المجات حاجه شخصيه، انت بتحبي المجات هتجيبي بقى اشكال كتير واحجام كتير واحجام مختلفه. المجات بالنسبه لك حاجه رفاهيه، هتجيبي 6 مثلا بس، هتجيبي مثلا، دي حاجه شخصيه. انا واحده بحب المجات فبتهبل، فكل ما بلاقي مجات بجيبها. ممكن حد تاني عادي بالنسبه له فهيجيب الطبيعي اللي هو 6. ما تكتروش قوي في المجات لانها مثلا نسكافيه او شاي بلبن بس بقى. نيجي للي بعد كده وهي كوبايات الشاي. برضو نجيب نفس عدد كوبايات الميه، 4 6 بالكتير قوي، اطقم كويس جدا، 3 4 يعني 5 يبقى كتر خيرك، حلوه قوي كده. اوكي ممكن بقى نجيب برضو فيهم اشكال مختلفه، انا كل انا هوريهم لكم مفهومش الوان. يعني ممكن نجيب حاجه زي كده، دي بتكون اللي هي بايركس الخفيفه قوي دي اللي بتتحط على النار، دي كانت من تريليب، دي اللي هي بقول لكم من مارك برضو. بصوا في نقشه خفيفه قوي كده، بس هي توتالي هي ساده، شكلها برضو كيوت. حتى دي برضو فيها نقشه خفيفه كده، مثلثات منها فيها، بس هي برضو ساده. حاجات بقى الساده المتعارف عليها، مش عايزه اقعد افرجكم، يعني هو المتعارف الكوبايات المعروفه، يعني اللي هي كوبايه شاي عادي خالص. اوكي فنجيب 3 اطقم 4 5 يعني 5 يبقى كتر خيرك قوي. برضو لو احنا حد مثلا طالب شاي واحنا برضو في نفس الكادر بتاع الاكل، هنحط برضو من نفس الطقم اللي احنا حاطينه على السفره، هنحط منه الشاي او القهوه في الطقم بيكون معاه، ما نحطش من حاجه تانية يعني، ونعمل كده عكه. بس كده اخر حاجه بقى لقينا كوبايات طالعه ترندي وحابين نجيبها. يعني الكوبايات اللي زي كده للعصير او اللي زي كده دول للميه او عصير، بيبقى شكلهم كيوت وحلو مثلا كده واحنا حاطينهم. دي حاجات بقى بتكون طالعه ترندي وبتروح عليها، بنجيبها بس ايه كده لذاذه يعني، لكن مش طبعا مش اساسيات زي الكوبايات العاديه، لان هي حتى كماتيريال مش بتكون ايه احسن حاجه. هم برده بيكونوا بايركس اللي هو الخفيف قوي ده، مش الحاجات التقيله. ومن ضمن كوبايات الشاي برده الكوبايات دي اللي هي بتاعت النسكافيه، اللي هي بتاعت الكافيهات والمطاعم دي، بتكون برده لذيذه قوي. نحط فيها كابتشينو، نحط فيها حاجه كده سخنه، طبعا تنفع الحاجات الساقعه بقى، ايس موكا، الحاجات دي احنا في الصيف والعصاير. بس كده شفتوا الموضوع سهل وبسيط ازاي. كنت هحط هنا برده معاهم الشفاشق والحاجات دي، بس قلت ممكن اعملهم لكم في فيديو صغنن تاني غير ده. ما تقلوش على نفسكم، ما تجيبوش حاجات كتير ملهاش لازمه بجد، كلها في الاخر كوبايات وبتتكسر. يا رب تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو ده. هعمل لكم ان شاء الله فيديو الاطباق، نجيب ايه في الاطباق عامه، ممكن كمان نجيب ايه في كل حاجه المطبخ اساسيات. اللي ما شافش فيديو الرفايع بتاع المطبخ يدخل يشوفه هيعجبكم. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، مستنيه رايكم في الكومنتس. باي باي.